يا ميمي، هل يمكن تغيير حساب فري فاير من فيسبوك إلى ما أدري فين؟ جاوبيني. حاليا لا يمكن، ما في أي طريقة، بسبب إنه في سرقة كثيرة لناس يبغوا يحولوا حساباتهم من فيسبوك لجيميل، هو أصلا مو حسابهم، وتصير متى ينزل المتجر الغامض ما أقدر أديكم خبر، بس إن شاء الله جاي. نريد باقة لص ماجيكيوب في الماجيكيوب. اوكي، ليش بدلتوا اسم آدم؟ والله سؤال جدا حلو. افتكرت انه بدلنا اسم آدم، مو بس احنا، جميع السيرفرات بدلنا اسم آدم. وايضا القصة بسبب انه في تعليقات يقولوا ليه ما يصير حرام انه اسم آدم وحواء انهم انه لا تدخلوا الدين في اللعبة وكذا، مع انه مش كذا، مع انه حطيناها في البداية على اساس آدم وحواء انه اول ناس، انه اول شخصين في اللعبة، يعني مو قصدنا استهزاء ولا شيء، فغيرناها احتراما للاعبين. فاسمهم الان بريميس ونيلا. ما قتلت أهلنا بشخصيات، يكفي شخصيات. والله ما نقدر نوقف شخصيات، لأنه اللعبة مبنية على شخصيات وحيوان أليف، فكل تحديث في شخصيات وحيوانات أليفة جديدة. نريد اسم آدم يرجع، وبس للأسف ما نقدرش. لماذا الثلج الجديدة مكتوب فيها اسم الله محمد؟ لا، مو مكتوب فيها اسم الله محمد، هذا ناقشت فيه قبل أول ما فتحت البث. هي فقط زخرفة، وعشان شخص شافها كأنه الله، لفظ الله جلاله محمد، فالبقية إنه يشوفوا وخلاص إنه فيها الله محمد، مع إنه لا. وإذا في شيء يعني يزعج المتابعين، دائما إحنا نحاول نغير، يعني إحنا مو هدفنا أبدا إننا نستهزئ يعني بالدين أو بأي شيء. راح أبعث لك صورة ثلجة في الخاص. أنا شفت الصور هذه حتى في السوشيال ميديا، بس أنا ماني شايفة، هي مجرد زخرفة، واللي صنعها حتى مو إنسان مسلم عشان يقدر يكتب عربي you know. ليش سكنات البنات بالمجان وسكنات الأولاد بالجواهر؟ لأنه سكنات البنات أحلى من سكنات الأولاد. يا ميمي، في خطأ في كلاش سكواد، إنما يكون النت بطيء تقدر تدخل الجدار ويمكن تموت. نعم، هذا بسبب النت البطيء، مو إنه تقدر تدخل الجدار. هو أيوة تقدر تدخل الجدار، بس لأنه عشان النت بطيء الجدار لسه ما اتكون، فأنت راح تخش من خلال الجدار. باقة لص متى يرجع؟ ما في أي وقت محدد يعني، لسه. في إمكانية ترجع الحسابات المبندة إذا في بند بالغلط، مع إنه هذا يعني فرصة جدا ضئيلة فيه، ولكن غير كده ما ترجع الحسابات المبندة.